هناك خمول لدى الشعوب الإسلامية في نصرة الإسلام ونصرة القرآن، فأدعوهم إلى وقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام. اللي يحرق القرآن نحرق جده، وهي مقتدانا نصير سيف ودرقه، ما نسكت على الباطل وخلنا نموت، ما نسكت على الباطل وخلنا نموت، علمنا هيك السيد بكل شدة. أتمنى على المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكون شوي موقفها أشد وأقوى من ذلك. ثم أدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية، كما أن التعدي على السامية والمجتمع الميمي يعتبر جريمة، فلا بد أن يعتبر حرق القرآن أيضا جريمة، وإلا كانت هذه ازدواجية في المعايير الديمقراطية والحرية. نصعد سفارتهم ونرفع قرآن، والخوش زلمة يقابلش ما عده. سمعت استنكار أمريكا لحرق ودخول السفارة السويدية في بغداد الحبيبة. أقول لا يحق لدولة الإرهاب ودولة المثليين أن تستنكر مثل هذا العمل العفوي الشعبي، وكان من الأولى لها أن تستنكر حرق القرآن في السويد. احنا الكفو والجدها والخوش اسلام والما نخاف ونقتل ونتعدى، لا تنسى اخوة مقتدى وطقنا ثقيل. ثم اني لم اشأ التصعيد بعد حرق القرآن مرة ثانية وحرق العلم العراقي. ليش؟ لانه بها ايضا صورتي ايضا رفعها هذا الزنيم، فلا أشاء أن تكون ردة الفعل شخصية، فالتصعيد إلى وقت آخر إذا تم تكرار المسألة. لا تنسى أخوة مقتدى وطقنا ثقيل، والما ترد الوادم إحنا نرده، والما ترد الوادم إحنا نرده. أدعو منظمة التعاون الإسلامي للاجتماع فورا من أجل حرق القرآن ونصرة الإسلام، وكذلك أدعو جامعة الدول العربية بخصوص هذا الأمر أيضا للاجتماع في العراق أو خارج العراق من أجل نصرة الإسلام.